السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم الشيخ. واحدة بعتالي بتقول لي انا ما ذاكرتش من اول السنة كويس. بدأت السنة كويس بس برجع اهمل تاني. ذاكرت مادتين والمواد التانية ما ذاكرتهاش كويس، فانا رجعت تاني دلوقتي وبذاكر وبعمل كل اللي عليا وواثقة في ربنا ان هو هيكرمني ان شاء الله. بس خايفة يعني بقول هو ربنا يعني هيساويني بصحابي اللي بيذاكروا من اول السنة؟ هو ربنا هيساويني باللي عمال يذاكر من اول السنه وما سابش الكتاب من ايده وانا عمال العب طول السنه؟ ازاي انت بتقولي انا واثقه في ربنا وخايفه؟ ما تجيش مع بعضها خالص. مفيش حاجه اسمها واثقه في ربنا بس خايفه ما يعملش، واثقه في ربنا بس خايفه ما اجيبش، واثقه في ربنا بس خايفه. مفيش حاجه اسمها كده. الثقه في ربنا ملهاش حدود. يعني انت طالما واثق في ربنا يعني واثق ان انت لو في وسط الصحراء وخلاص هتموت، انت واثق مليون في المية ان ربنا هيبعت لك الانقاذ. لو انت في بيتك مفيهوش لقمة وخلاص هتموت من الجوع، خليك واثق في ربنا ان هو هيبعت لك رزقك. لو انت مفيش اي معلومات في دماغك، مفيش اي حاجة في دماغك عن المواد، خليك واثق في ربنا ان هو هيكرمك لو ذاكرت وعملت اللي عليك، ان هو هيفتح دماغك للمادة دي وممكن تلم المادة كلها في يوم واحد. بس خلي عندك ثقة في ربنا ويقين في ربنا شديد. هحكي لكم قصة. الامام الحسن البصري كان عنده غلام اسمه حبيب. فحبيب جه في يوم من الايام كده واتأخر في احضار العشاء، فقال له الإمام: يا حبيب أين العشاء؟ سنهلك من الجوع. فرد حبيب وقال له: يا إمام، أتاني مسكين وطلب مني الطعام فأعطيته كل ما في البيت. فرد الإمام وقال له: يا حبيب، ليه كده يا حبيب؟ فقال له حبيب: لأني سمعتك يا إمام تقول الإيمان أن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك. فرد عليه الإمام وقال له: يا حبيب، أنت رجل كثير اليقين قليل العلم، لو أعطيته النصف وتركت لنا النصف نتقوى به. وهما بيتكلموا مع بعض كده إذ بطارق على الباب. ففتح حبيب لقى غلام صغير كده جاب حاجة فيها أكل كده وأكل كتير، واداهوله بيقول له: بعث سيدي هذا إلى الإمام. فخدوا منه حبيب وقفل الباب ودخل على الإمام الحسن البصري وقال له: يا إمام، أنت رجل كثير العلم قليل اليقين. فقال له الإمام الحسن البصري: تقدمناك فسبقتنا. يعني احنا تقدمناك بالعلم لكن انت سبقتنا باليقين يا حبيب. فانت لازم يكون عندك يقين في ربنا ان هو هييسر لك كل السبل بتاعت المذاكرة، بس اهم حاجة انت تنوي وتذاكر. بس كده، كل عليك ان انت تنوي ان انت تذاكر وتبدأ بالفعل تذاكر، لكن ما يكونش عندك يقين وانت بتذاكرش، فمش ماشية مع بعضها. فلازم تذاكر عشان ربنا يعوضك. حبيبي ادى الاكل اللي في البيت كله للمسكين وعنده يقين في ربنا ان هو هيرجعه له تاني اضعاف مضاعفة، فهو اداله وعنده يقين في ربنا ان هو يرجعه له. فانت ذاكر واعمل كل اللي عليك على حسب بقى دماغك هتستوعب قد ايه، بس انت ذاكر واعمل اللي عليك وخلي عندك يقين في ربنا ان هو هيوفقك وتجيب اعلى الدرجات. فذاكروا وشدوا حيلكم وان شاء الله خير. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.